أصوم رمضان كله، ولا يمكن أضيع ثواب رمضان وفرحة فطار رمضان، ولا أي يوم تاني، ولا أي يوم كمان أعوضه في السنة لما أفطر. ودي كانت قصتي اللي أنا قصتها عليكم. إني بنصح كل الأطفال يتعلموا الصيام في نهار رمضان، وبنصح الشباب نفس القصة إن هم يتعودوا على الصيام في رمضان، لأن شهر رمضان أولا هو شهر القرآن، وشهر فيه قامت فيه جميع الحروب. ولازم نصبر نفسنا بصيام رمضان، طبعا بجانب الفروض الباقية، الصيام وقراءة القرآن. وما تنسوش كمان صلاة التهجد كمان ما تنسوهاش، وكمان صلاة التراويح بتبقى فيه فرحة للناس وهي بتصلي، وربنا سبحانه وتعالى تقبل منها جميع الصيام. شكرا لكم. كلمتين أخرى قبل ما أقفل الحلقة. يا رب نكون مع بعضينا في رمضان أعواما عديدة وأزمنة مجيدة. فين الفطار يا ولية؟ أنا خلاص مش قادر. يا حبيبي اديني بس نص ساعة بس كمان، الأكل بس زمانه خلاص قرب يخلص، وأنا حاطط الأكل في الفرن أهو. يا ولية حرام عليك، مش نص ساعة، لما أشوفك بس ده أنا هديك في وشك.